السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده سمك في الصلصه. دي السمك مغسول متنضف ومغسول اهو. هنحشيه بقى، لازم نحشيه قبل ما وبدل هو في الصلصه برضو يتحشى. اه هنحشيه ونتبله شويه وبعدين نحمره بقى ونعمل له الصلصه ان شاء الله. اهو كده بقطعه من ناحيه دي ومن ناحيه دي، وهنسيبه بقى يتبل شويه. انا بتبل الوقت، وهنسيبه يتبل شويه وبعدين نبقى نعمل نحمره بقى ونعمل له الصلصه بتاعته. اهو بتبله. اهو سمك ما شاء الله متنضف، يعني احنا بنجيبه متنضف جاهز، يعني بيجي متنضف جاهز. خلاص كده اتبل، وهنسيبه شويه يتبل لما يشرب ملح. وديت التتبيل. دي فراوله العصير، جايبينها الفراوله العصير، هنعملها برضو عصير. بغسلها هيتي وبنضفها عشان هنعملها عصير ان شاء الله النهارده، عصير باللبن. دي فراوله الكيلو ب30 جنيه. كده دلوقتي هنحمر السمك اهوت بقى، نحطه في الدقيق في الطحينه اهوت في الدقيق، وهنحمر بقى. حاطين الزيت على البوتاجاز يتقدح، وهنحمر بقى ان شاء الله اهوت كده ونحمر السمك بقى. تحمر. هو مش هيتحمر تحمر قوي تنشف، يعني لا، هيتحمر تحمر يبقى احمر كده وخلاص، عشان هيتحط في الطماطم في الصلصه، يبقى طماطم سمك بالصلصه. كده هنحمره ونخلص اهوت كده دلوقتي، ونخلص نحمر ونخلصه بقى كده ونعمل له البصله. ودي الفراوله اللي هتغسل هنعملها عصير ان شاء الله. ديت كده الوقت خلاص، خلصت الفراوله هتتعمل عصير بس. وكده لسه السمك بيتحمر الزيت اهو. هنحمر بقى ونخلص التحمير، وبعدين نعمل له كده الوقت بنحمر السمك اهو معمول في الدقيق، ونحمر بقى اهوتي. نخلص التحمير بقى ونعمل بقى بنعمل بصله وفصان توم معاه، ونحمر في الزيت اهو البصله خرطته اهوتي، ونعمله بقى. والصلصه اهي جنب، انا مسبكه عينها، مسبكه في الفريزر مطلعاها اهوتي، وهنعملها. ودي العصر هنعمل عصير السمك لسه بنحمر السمك، لسه هنخلص السمك تحمير، وبعد كده نعمله بالصلصه بقى. نخلص التحمير بقى خالص، ونعمله بقى في الصلصه. تمام كده. نحطها بقى كده ونعملها في الصلصه بقى كده وخلاص. السمك اهو بنطلعه من كده. تمام. حمر اهوت كده. تمام خلاص السمك كده خلص. هنعمله بقى، بس هنعمل الصلصه بقى والبصل. نحط البصله في الزيت اللي احنا محمرين فيه، في الزيت اللي احنا محمرين فيه عادي يعني. بس كده نسيبها تتحمر شويه، نلوحها، وبعدين نحط لها الطماطم، ونحط البهارات بتاعتها بقى، ونسيبها تتسبك شويه. وبعد كده بقى نحط الطماطم. تمام كده. حطيت البصله في الزيت اهو بالثوم، هنحمرها شويه، نلوحها شويه، وبعدين نحط الطماطم اهي الصلصه. وديت شويه شطه عاملينها في التلاجة، اللي احنا حاشين بها السمك يعني، بس هي حاره يعني، عشان تخلي الصلصه حاره شويه يعني. كده تمام. ودي البهارات اهي، هنحط بهارات اهي، هنحط اهو. تمام كده. والطماطم هتفك بقى وتستوي وتسبك مع بعض ونعملها بقى، نخلصها بقى، نحط السمك. ساعة ما تتسبك نحط السمك اهو. السمك هنحط اهو. خلاص هي اتسبكت بقى كده وبقت حلوة. خلاص كده هنحط بقى السمك اهو. تمام كده. تمام كده. خلاص كده السمك دلوقتي تمام. هنعمل بقى العصير ونطبخ الرز. تمام كده. هنعمل لقمة رز ابيض، انا بحبش الا الرز ابيض جنب السمك رز ابيض اهوتي. خلاص السمك هنعمل لقمة الرز بقى جنبه، والسمك خلاص كده نسيبه يبرد بقى. والرز اهو بنحمره في الزيت، نشوحه في الزيت شويه، وبعدين هنحط له
الطماطم، ونحط بعدين نحط له الميه بتاعته بقى، معلش انا نسيت. او الرز بنلوحه في الزيت اهوت، ونحط له ميته بقى ونسيبه يتلدن بقى براحته. خلاص كده هنحط له ميته والملح ونسيبه يتلدن براحته بقى. وبعدين هنعمل خلاص العصير بقى، نعمله برضو العصير اهوتي، ادي اللبن وادي السكر وادي الفراولة، وهنعمل العصير بقى وكده خلاص كده بقى ايه، كله تمام. العصير والكل والاكل خلص كده تمام. هنعمل بقى مع بعض بقى ايه، نغرب بقى الاكل ونوريه لكم بقى ان شاء الله. دي الفراوله اهيتي مع بعض اهيتي، بحط الفراوله هنعملها، هنعمل عصير فراوله باللبن، عصير فراوله باللبن اه كده تمام. و انا هنفرغ في الكباب بقى ونغرف الاكل، ونشوفكم كده في فيديو اخر ان شاء الله. متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. هو فيديو خفيف خفيف كده على قد ايه، على قد الايد. يلا كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه يا جماعه، ولايكات بقى كده تمام. الاكل اهوت خلاص خلص كده الفيديو اهوت، ودي الاكل ودي الفطار، وتعالوا اتفضلوا افطروا معانا، وكل سنه وانتم طيبين. ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس، اهم حاجه تشوفوا الفيديو للاخر لما الفيديو يخلص خالص عشان يتحسب مشاهده. او الفراوله اهيت، اللي عاوز ياكل عملنا العصير ودي فاضت، هنعملها ان شاء الله، نعملها في التلاجة، نعملها عصير تاني ان شاء الله. وتعالوا اتفضلوا افطروا معانا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامة، باي باي، مع السلامة، باي باي. دي السفرة هذه بتاعتني، وكل سنة وانتم طيبين. يلا باي باي.